عايزين نعرف ايه هو مصير فرقنا المصرية في البطولات الافريقية. دوري ابطال افريقيا اللي بيشترك فيه الاهلي وبيراميدز. الاهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل 0-0 ووصوله للنقطة التاسعة فهو ضمن التأهل رسمي، ويبقى فقط ان هو يا هيصعد اول ولا تاني في لقائه مع الجيش الملكي المغربي. اما نادي بيراميدز فبسم الله ما شاء الله، نادي بيراميدز بعد فوزه 4-1 على ريفر يونايتد ووصوله للنقطة ال 13، وعلى فكرة أول فريق وصل لأعلى معدل نقط 13 نقطة في الأربع مجاميع هو بيراميدز، 4 فوز وتعادل وصلوا للنقطة 13. هو كده كده ضمن الصعود للدور ربع النهائي هو والأهلي، من غير ما نبص للماتش الأخير اللي باقي لبيراميدز وللأهلي. ففرقتين دوري أبطال أفريقيا أبطال الدوري صعدوا للدور ربع النهائي. أما في الكونفدرالية فالموضوع متعقد شوية بالنسبة للزمالك وللمصري. ايه اللي محتاجه الفريقين عشان يصعدوا؟ الزمالك لا بديل عن الفوز. كايزر تشيفز، الزمالك وكايزر تشيفز في مصر لا بديل عن الفوز. لازم الزمالك يفوز عشان يصعد اول مجموعة. لو كسب الماتش ده هيصعد اول مجموعة. اي نتيجة لا قدر الله غير مكسب الزمالك، الزمالك خارج البطولة. بالنسبة للمصري البورسعيدي عنده لقاء مع زيسكو، اعتقد ان اللقاء ان شاء الله سهل، هيبقى على ارضنا، لكن مفيش في الكرة سهل. اللي انا عايز اقوله فوز المصري يساوي التأهل، وفوز الزمالك يساوي التأهل للدور ربع النهائي في الكونفدرالية. المصري ليه 7 وعليه 7، المصري لا ليه ولا عليه. لو كسب 1-0 بس ففي الحالة دي هيبقى ليه 8 وعليه 7، ويبقى ليه زائد 1. في الحالة دي المصري هيصعد لأنه جايب أكتر من كايزر تشيفز، وإن شاء الله كل ده مش هيحصل بإذن الله. المصري يقدر يكسب مرتاح، والزمالك إن شاء الله مع روحه ومع جماهيره يكسب إن شاء الله. وبإذن الله الأربع فرق المصرية في البطولات الأفريقية هيبقوا في ربع النهائي إن شاء الله. كل الدعم والتوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الأفريقية، أهلي، بيراميدز، زمالك، مصري، بالتوفيق ليهم. وإن شاء الله الأربع فرق يبقوا في ربع النهائي. في 2 وصلوا أكيد ربع النهائي، وباقي فرقتين إن شاء الله نتمناهم الزمالك والمصري في الكونفدرالية إلى ربع النهائي. سلام.